بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا شاشه توشيبا 32 ال 2600 الموديل بتاعها. مفيش جوه. جايبه معانا لمبه خضراء. طبعا العيب ده مشهور في الموديل ده بالذات، بيبقى مشكله الريجوليتور. هنفك الشاشه ونرجع له. فكينا الشاشه وخدنا البورده قدام مننا على الصيانه. مشكله اللمبه الحمراء في الشاشه توشيبا 32 ال 2600 بتبقى دايما من الريجوليتور الواحد و8 فولت. الريجوليتور ده 1 و8 فولت. هات لي يا عمرو البورده. ده شكل الريجوليتور وده مكانه على البورده. هنوصل لكم الشاشه باور ونرفع الجهود مع بعض. هنبدأ نرفع الجهود. هات الافو يا عم. ادي الواحد و8 خارجه معانا. الريجوليتور التاني عليه 3 و3، بس المشكله كلها في الريجوليتور الواحد و8، حتى مع ان الريجوليتور سليم والفولت بتاعه مظبوط، بس هو ده سبب العطل، فلازم يتغير. الريجوليتور ده لو اتغير الشاشه بتشتغل معانا. هات لي الميكروسكوب. نيجي بقى للريجوليتور ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فين؟ ادي الواحد و8. احنا شايفين هنا في 2 مقاومة واصلين مع الرجل دي. معنى كده ان الريجوليتور ده ادجستبل، يعني المقاومتين دول هما اللي بيتحكموا في خارج الريجوليتور. المقاومتين دول هما اللي بيتحكموا لي في الخارج بتاع الريجوليتور. لو بصينا للتلاتة و3 واخد 5 بس واخد ارضي مباشر، فده ريجوليتور 3 و3. طالما واصل مع الارض مباشر بنركب الجهد او الفولت اللي مكتوب على الريجوليتور نفسه. هنعمل زوم عليه. ادي 3 و3 قدام مننا. ده ريجوليتور 3 و3 رسمي مش ادجستبل. طالما واصل مع الارضي بنركب الرقم اللي موجود عليه 3 و3 او 1 و8. لكن لما بنيجي لهنا ده ريجوليتور متغير، واللي بيتحكم في الفولت الخارج منه المقاومتين دول. لازم نغيره بواحد زيه ادجستبل برضه. بس مش معنى كده ان ما ينفعش حاجه تانية، لا، انا ممكن نجيب ريجوليتور 1 و8 ونرفع المقاومتين دول. شايفين المقاومه دي والمقاومه دي؟ نرفعهم ونوصل الرجل دي مع الارضي، يبقى ناخد الرجل دي مباشر مع الارضي، والمقاومتين دول ما يكونوش راكبين، ويكون الريجوليتور 1 و8 هيتحكم لي في الفولت ويطلع لي 1 و8. هنرفع الريجوليتور مع بعض ونركب واحد ادجستبل عندي موجود. انا بجيب الريجوليتور ده منين؟ من بوردة الريسيفر. عندي في الريسيفرات وخصوصا السالك في الادجستبل ده. هنركب الريجوليتور معانا. ونبرد البوردة. الريجوليتور اللي راكب ده ادجستبل، جايبه من ريسيفر سامبل سالك. شايفين هنا ADG ادجستبل، اللي بيتحكم في الفولت الخارجي بتاعه الاتنين مقاومة دول. كده احنا غيرنا الريجوليتور. هنجرب على الشاشة. نروح على الشاشة يا عم. هنجمع البوردة مع بعض. انا فكيت البوردة من مكانها عشان اوريكم على الميكروسكوب شكل الريجوليتور، شكل المقاومات الصغيرة، عشان تبقى كل حاجة واضحة معاكم.
نركب البريزيتا. كابل ال في دي اس، وادي سوكت الليدات، ونسمي الله ونوصل الشاشة بتاعتنا باور. نرفع الشاشة عموما اشتغلت معانا، مشكلة الشاشة انحلت. هنرفع الجهد برضو عليه عشان تتأكدوا بنفسكم. ادي الارضي، ادي الافو، ادي الواحد وتمانية. مع العلم احنا كنا قايسين وقبل ما نغير الريجوليتور كانت الواحد وتمانية موجود. الفولت موجود معانا على الريجوليتور قبل ما نغيره. طيب الشاشة ليه ما اشتغلتش؟ احتمال يكون الامبير نفسه ضعف. الامبير عليه عامل اساسي، يعني الريجوليتور بيمرر الواحد وثمانية بس الامبيرية اللي بتعدي ما عادتش نفس القوة. تستت الشاشة، وادي الشاشة شغالة معانا. طبعا ال جي اللي قدامكم ده كانت ليدات، بس الليدات يعني حاجة مش مستاهلة الواحد يعمل عنها فيديو لأنها اتخرمت كتير على النت. والعطل ده برضه موجود منه كتير على اليوتيوب، يعني الناس كلها عاملاه، بس انا حبيت انزله لحد مبتدئ ولا حاجه يكون ناقصه معلومه او حاول يفهم يعني ايه الفرق بين الريجوليتور الادجستبل والريجوليتور العادي، ويعرف المقاومتين امتى يشيلهم وامتى يخليهم. اتمنى ان يكون فيديو مفيد. شكرا.